السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هوريكم يا جماعة ازاي تعملوا سوفت وير او تحديث او ابديت للسوفت وير للتوب برو ميكسر التوب برو اللي هو 4820. تمام، فاحنا هنفتح الصفحة بتاعة التوب برو ونخش على الميكسر هنا اهو. تمام، وهنيجي عند السوفت وير هنا اهو، ندوس على السوفت وير وهتلاقي اللي هو ايه، فريم وير يوتيليتي 314 دوت اجدد حاجه. تمام، فاحنا هننزله هنا. تمام، انا كده كده اهو نزله مع بعض هنا اهو اهو، بينزل هنا كده زي ما انتوا شايفين. تمام، استنى بس اما يخلص هنا. اهو كده خلص. تمام، نخش بقى على الصفحه اللي نزل فيها، نخش على الداونلود. عند الداونلود اهو هتلاقوه هنا كده. تمام، هتفك الضغط بتاعه. اوكي، هتلاقوا الضغط بتاعه ده هنجيب بقى بعد كده فلاشة هنفرمطها. تمام، وبعد كده هنحط فيها الفولدرات، هتبقى بالشكل دوت هنا كده. نجيب هنا كده الفلاشة اهي، هتلاقي هنا الايمج بين. تمام، وادي الدي ام 48 اف دبليو. تمام، دولت الاتنين فولدر دولت هما اللي في الفلاشة. ده الباك اب، سيبوكم منه يعني. ده باك اب اللي هي البرامج اللي كانت موجودة في الفلاشة. تمام، دوت هنا ده السوفت وير. خلاص، بعد كده نسحب الفلاشة. اهم حاجة يا جماعة اللي انتوا هتلاقوا جوه هنا، يعني احنا نيجي في الداونلود هنا عشان بس ايه كله ياخد باله اهو. في الدي اف دبليو ديت هنفتحها هنا. دوت هنا دي الدرايفرات اللي هتنزل على السوفت وير. تمام، في تاني واحدة اللي هي الجي يو اي، نفتحها كده هنلاقي الايمج بن. هناخد الايمج بن دي كات وهنخليها بره، ما تخليهاش في نفس الفولدر بتاعها. هقول لكم ليه لما ايه، لما نكمل بقيه الفيديو. تمام، بعد كده نسحب الفلاشه. حطينا كده الفلاشه في الجهاز وهندوس على سيستم. تمام، احنا هنا قدامنا ال 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 البرامج او السيستم كلها او المنيو كله بتاع الجهاز كله. تمام، هنخش على ابديت فريم وير اهي، ندوس عليها كده وهندخل الباسورد دوت دي ام 48.200 وهندوس انتر. هيقول لك هنا ايه، هيقول لك دي وانت ابجريد فروم يو اس بي، هتقول له يس. اوكي، اول حاجه هنختارها طبعا انا محدثه، هنختار ديت اللي هو الفريم وير، وهنستنى اما يخلص خالص ويتفي. بعد كده نعمل له اعاده ضبط مصنع. تمام، او نفرمته. هنفرمته بالطريقه اللي هقول لكم عليها. بعد ما نخلص ديت كده هطلع بره كده، هندوس هنا كده، هتخش على فاكتوري ريسيت. فاكتوري ريسيت هتدوس عليها، ونفس الباسورد اللي احنا دخلناه اللي هو الدي ام 48. ثواني معلش خرجت بره تاني اهو. دي ام 48 0 وهتقول له انتر. مسافه ما تدوس انتر، انا مش عايز اعمل له يعني فاكتور ريسيت. يعني مسافه ما تدوس انتر هيعمل بليز ويت. وبعد كده هي ايه، يعني هنعملها مع بعض دلوقتي مش مشكله. انا كده كده مسيب، هندوس انتر كده. تمام، فاكتور ريسيت هنا اهو، نعملها من اول وجديد تاني. دي ام بعد كده 48.200. ندوس انتر هنا اهو زي ما انتم شايفين كده. قال لك ريسيت داتا تو فاكتوري سيتنج، يعني انا هرجع كل اكنك لسه شاري جديد. تمام، فهنستنى كده لغايه ما يخلص. وبعد كده هقول لكم على حاجه تاني عشان برضو ايه، بس بعد ما هو يخلص ده الفاكتوري ريسيت، الطريقه اللي انت بتعمل ايه بيها ايه، فورماتة الجهاز. دي اول جزء في السوفت وير. يعني انا بختار الاول فريم وير ابديت، بعد كده هوريكم بقى ايه
ابديت دي اس بي داتا فينيش، خلاص كده تمام. بعد كده هنخش على السيستم تاني. تمام، خلي بالك بقى احنا هندوس هنا سيستم واحد، هيظهر لك الصورة ديت، وهنروح مدخلين الباسورد تاني. هنكتب دي ام 48.200 وندوس انتر. هيقول لك دي 1. هتخش بقى على الايمج ابديت، هتدوس عليها كده ايمج ابديت هنا اهو زي ما انتم شايفين كده. تمام ماشي يا جماعه، هبان لنا اللي انتوا شايفينه دوت اللي هو بقى ايه دي ام 4820 دوت اف دبليو. تمام، فده لو دوسنا عليه هنا هو دوت بيعمل ابديت للشاشه ديت بقى. في سيتنج كده بيعمله جوه وتحديث ليها برضو دوت، تدوس عليه هيفضل بقى يعد لغايه ما يخلص. مثلا ممكن ياخد منك حوالي تلت ساعه او حاجه، ما تقلقش يعني. بعد كده هيشتغل الجهاز معاك. اخر عمليه تعمل له فاكتوري سيتنج، يعني انت بتعمل له فاكتوري سيتنج مرتين. يعني تعمل له فاكتوري سيتنج مرتين، مره بياخد الفريم وير ومره بياخد اللي هو الايه بتاع الشاشه اللي هنا، التحديث بتاع الشاشه. ماشي يا جماعه، فده كان حاجه سريعه كده ازاي تعمل للجهاز يعني تحديث على اي بقى سوفت وير بينزل من الشركه. خلاص، وان شاء الله باذن الله في فيديوهات تانية على التوب برو اللي هو دي ام 4820 دوت، عشان تبقوا ايه فاهمين في كل حاجه فيه. موضوع سهل قوي يعني، ما تسيبوكم من كل الحاجات اللي موجوده ديت. الموضوع اسهل مما تخيلوا يعني. ماشي يا جماعه، فاللي عنده اي سؤال ولا حاجه يبقى يسيب تعليق وانا هرد عليه. السلام عليكم.